الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي الطلبة. درس جديد من دروس الرياضيات للفصل الأول للسنة أولى مستوى سنة أولى متوسط. في هذا الباب باب تنظيم المعطيات. ماذا سنتعلم أو ماذا يقدم لنا في هذا الباب وماذا سنتعلم من هذا الباب؟ باب تنظيم المعطيات. إذن سنتعلم ثلاثة أشياء رئيسية. الأمر الأول الذي سوف نتعلمه كيفية قراءة جدول. إذن لما يعطينا جدول، كيفية قراءة جدول، لما يعطينا في تمرين من التمرينات جدول، كيف أستطيع أن أستخرج الأسئلة التي ستكون في محور هذا الجدول. إذن كيفية قراءة جدول أو ما هي الطريقة الصحيحة لقراءة جدول، وسوف نعطي مجموعة من الأمثلة عن هذا الأمر. الأمر الثاني الذي سوف نتعلمه في باب تنظيم المعطيات هو كيفية تنظيم المعطيات في جدول عندما يعطوننا مجموعة من المعطيات تسمى المعطيات الخام، أي أنها معطيات غير مرتبة في جدول، ويقول السؤال رتب هذه المعطيات في جدول. إذن سوف نرى ما هي الطريقة الصحيحة لترتيب وتنظيم المعطيات في جدول. وليكن في علمنا أن هناك نوعان من الجداول. في النقطة الثانية هو الجدول البسيط أو يسمى أيضا ذو مدخل واحد، وسوف نعطي أمثلة وتمارين عن هذا الأمر. وكذلك النوع الثاني من الجداول هو الجداول المركبة أو تسمى أيضا ذو مدخلين أو أكثر. إذن هنا أنتم ستتطرقون إلى الجداول التي هي ذو مدخلين فقط. هناك متعددة المداخل أو ذو مدخلين أو أكثر. إذن هناك نوعين من الجداول. هذه هي النقطة الثانية التي سوف نتعلمها في درسنا هذا، كيفية تنظيم المعطيات في جدول ما. إذن سوف نقسم هذا الفيديو إلى قسمين لكي لا يكون طويل. إذن في القسم الأول سوف نرى كيفية قراءة جدول. إذن في فيديو اليوم سوف نتطرق إلى كيفية قراءة جدول أو الكيفية الصحيحة لقراءة جدول واستخراج من الجدول الأجوبة للأسئلة المعطاة. وكذلك سوف نرى أيضا كيفية تنظيم المعطيات في جدول، لكن سنتطرق في هذا اليوم إلى الجداول البسيطة أو جداول ذو مدخل واحد. إذن الأمر الثالث الذي سوف نتعلمه وهو أمر مهم جدا في هذا الميدان أو في هذا الباب هو تمثيل المعطيات التي هي في جدول. طبعا تمثيل المعطيات أو تمثيل المعطيات البياني أو التمثيل البياني للمعطيات. لدينا أيضا في هذه النقطة 3 طرق لتمثيل المعطيات بيانيا، وهي الطريقة الأولى هي طريقة مخطط الأعمدة، وسوف نرى كل ذلك بإذن الله في دروسنا القادمة.
النوع الثاني من تمثيل المعطيات بيانيا هو مخطط بياني. مخطط بياني. إذن النوع الأول مخطط الأعمدة أو الأعمدة المتصاعدة، أيضا يسمى بالأعمدة المتصاعدة، وكذلك المخطط البياني. أما الأمر الثالث أو التمثيل الثالث أو المخطط الثالث الذي أستطيع أن أمثل به البيانات في البيانات الجدولية في تمثيل المعطيات بيانيا هو مخطط دائري. مخطط دائري. إذن هذه هي الأمور الثلاثة التي سوف نتطرق إليها في هذا الدرس. إذن ننتقل مباشرة إلى كيفية قراءة جدول أو الكيفية الصحيحة لقراءة جدول. ولدينا الجدول التالي. الجدول التالي هو جدول من كتاب الرياضيات للسنة الأولى متوسط. في هذا الجدول يقول السؤال: أجريت بإحدى المتوسطات استشارة لأقسام السنة الأولى من التعليم المتوسط الأربعة. إذن الأقسام الأربعة: القسم A B C D، أو كما معروف لدينا ألف، القسم ألف، القسم باء ب، القسم جيم سي، والقسم د، أو القسم ألف باء جيم دال والقسم د. إذن لدينا ثلاثة أقسام أجريت في هذه الأقسام استشارة للطلبة عن حول رياضتهم المفضلة، ومن بين هذه الرياضات الآتية: كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم، ألعاب القوى. فجاءت النتائج المبينة في الجدول. إذن لدينا جدول، جاءت النتائج المبينة في الجدول، ولدينا 4 أسئلة عن كيفية القراءة الصحيحة للجداول. إذن السؤال الأول ماذا يقول؟ يقول: ماذا يمثل العدد 4 في هذا الجدول؟ إذن سأجيب، أقول يمثل العدد 4 في هذا الجدول. ونذهب إلى تعلم الطريقة الصحيحة لكيفية قراءة جدول يمثل العدد 4 في هذا الجدول. ماذا؟ نذهب إلى الجدول ونرى العدد 4 أين يقع. إذن العدد 4 يقع في هذه الخانة. دعوني أغير اللون فقط لأشرح جيدا الطريقة الصحيحة ليكون لون واضح. إذن يقع العدد 4 في هذه الخانة. كيف أقرأ هذا الجدول؟ إذن كيف أقرأ هذا الجدول؟ أقول الأربعة تقابلها سي. 4 تقابلها سي. إذن 4 تقابلها في الأقسام سي. وفي الرياضة ماذا تقابلها؟ في الرياضة الأربعة ماذا تقابلها؟ إذن تقاطع. ماذا نقول؟ تقاطع الأعمدة مع الصفوف. ها هو الرقم 4 هو تقاطع الأعمدة مع الصفوف. إذن ماذا يمثل هذا الأربعة أو هذه الأربعة؟ هي تمثل عدد الطلبة في القسم سي الذين يفضلون رياضة ماذا؟ ألعاب القوى. إذن هنا أعطيت القراءة الصحيحة للجدول.
ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ أيضا العدد 27. العدد 27. العدد 27. العدد 27. ماذا يمثل العدد 27؟ نذهب مباشرة إلى الجدول لأرى العدد 27. ها هو العدد 27. إذن أقوم بالطريقة الصحيحة، وهي كما قلنا تقاطع. هذا يسمى عمود، هذا يسمى عمود، هذا يسمى عمود، وتقاطع الأعمدة مع الصفوف هذه تسمى صفوف. إذن أذهب إلى تقاطع الأعمدة مع الصفوف. إذن الرقم 27 ماذا يمثل؟ يمثل مجموع ماذا؟ مجموع الطلبة. مجموع الطلبة كامل في الأقسام الأربعة. مجموع الطلبة في الأقسام الأربعة يمثل أيضا لأكمل الإجابة عن السؤال، العدد 27 يمثل عدد الطلبة في الأقسام الأربعة. في الأقسام الأربعة، قسم A و B و C و D، في الأقسام الأربعة. الذين ماذا؟ يفضلون ماذا؟ الذين يفضلون رياضة ماذا؟ إذن بعدما قمنا بالتقاطع، رياضة ماذا؟ رياضة كرة القدم. كرة القدم. إذن قمنا بالقراءة الصحيحة للسؤال الأول. إذن ننتقل مباشرة إلى السؤال الثاني. ما هو عدد التلاميذ القسم B؟ نذهب إلى القسم B. إذن يقول السؤال: ما هو عدد التلاميذ القسم B؟ القسم B الذين يفضلون ماذا؟ كرة القدم. الذين أذهب إلى كرة القدم، أنزل بالقسم B من العمود تاع القسم B إلى صف كرة القدم. إذن ها هو عدد التلاميذ الذين يفضلون كرة القدم. إذن كرة القدم. قرأت القراءة الصحيحة للجدول. أقول في الإجابة: عدد التلاميذ الذين الذين يفضلون كرة القدم في ماذا؟ قلنا القسم B. في القسم B. لأجيب عن السؤال، هو 9 تلاميذ في القسم B يفضلون ماذا؟ رياضة كرة القدم. أنتقل مباشرة إلى السؤال الثالث. يقول السؤال: كم تلميذا من القسم A يفضلون ألعاب القوى؟ إذن أذهب إلى أين؟ إلى القسم A. ها هو القسم A. والسؤال يقول: ألعاب القوى. ها هي ألعاب القوى. إذن أنزل بتقاطع العمود مع الصف لأجد أنه 3. إذن أقول في الإجابة: عدد تلاميذ القسم A الذين يفضلون ماذا؟ يفضلون ألعاب القوى هو هذا، هو كما وجدناه 3. إذن هو 3 تلاميذ يفضلون ألعاب القوى في القسم A. أنتقل مباشرة إلى السؤال الرابع. ما هو عدد تلاميذ المتوسطة كاملا؟ يعني معناه لما أجد المتوسطة كاملا هو يعني بالمجموع. ما هو عدد تلاميذ المتوسطة الذين يفضلون كرة السلة؟ أذهب إلى كرة السلة، الصف الذي يحوي كرة السلة، ثم أذهب مباشرة بتقاطع هذا الصف الذي فيه كرة السلة مع تقاطع المجموع. إذن العدد هو 30. أقول في الإجابة: عدد تلاميذ المتوسطة الذين
يفضلون كرة السلة. هو كم؟ 30 تلميذا في المتوسطة يفضلون كرة السلة، أو 30 طالبا يفضلون كرة السلة. هذه إذن هي الطريقة الصحيحة لقراءة الجداول. ماذا نقول إذن كقاعدة بسيطة؟ ماذا نقول كقاعدة بسيطة لأوضح فيها كيف يمكننا قراءة الجدول قراءة صحيحة؟ إذن نقول عند قراءة أي جدول ماذا نفعل؟ نقوم 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 بتقاطع الصفوف مع الأعمدة، وهذا ما تعلمناه منذ قليل. إذن ننتقل مباشرة إلى الأمر الذي يليه، وهو تنظيم المعطيات داخل الجدول. إذن هنا كان لدينا في السابق كان لدينا جدول منظم فيه مجموعة من المعطيات. إذن كيف جاءت هذه المعطيات؟ أو كيف نظمت هذه المعطيات داخل جدول؟ إذن لدينا تمارين سوف نطبق عليه. أولا كما قلنا في أول الدرس أننا سوف نقوم بتطبيق هذا التطبيق على جدول ذات مدخل واحد أو جدول بسيط. وما هو الجدول البسيط؟ الجدول البسيط هو الجدول الذي يحوي أو يحتوي على متغيرا واحدا. متغيرا واحدا. وسوف نفهم هذا الأمر من خلال هذا التمرين. إذن في التمرين يقول: سئل تلاميذ في قسم السنة الأولى متوسط عن لونهم المفضل، فكانت الإجابات. إذن تلاميذ، مجموعة من التلاميذ أو قسم من أقسام السنة الأولى متوسط، سئل هذا القسم عن لونهم المفضل، فكانت هذه الإجابات: أزرق، أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، أحمر، أزرق، أخضر، أحمر، أزرق، أصفر، أزرق، أحمر، أخضر، أزرق، أحمر، أزرق، أخضر، أزرق، أحمر. لكي نفهم هذا الأمر وتكونوا واضحين، وش معناه؟ أنه الإنسان الذي سأل التلاميذ وش دار؟ راح للقسم وبدأ بالتلميذ الأول، قال له: ما هو لونك المفضل؟ قال التلميذ: أزرق. ثم انتقل إلى التلميذ الثاني، فكانت إجابته أحمر. التلميذ الثالث كانت إجابته أخضر. التلميذ الرابع كانت إجابته أزرق، وهكذا إلى أن أتم جميع القسم بسؤالهم عن لونهم المفضل. هذه هي المرحلة الأولى. بعد ذلك ماذا فعل هذا السائل أو الذي سألهم؟ وش راح دار؟ ماذا فعل هذا السائل لكي ينظم هذه المعطيات في جدول بسيط ذات مدخل واحد؟ إذن وش عنده هنا؟ ماذا لديه؟ لديه اللون المفضل، لديه اللون المفضل، ولديه عدد التلاميذ. هذا هو المتغير الواحد الذي أتحدث عنه: اللون المفضل وعدد التلاميذ. لما نأتي هنا إلى هذه الإجابات، ألاحظ أنه سجل 4 ألوان مختلفة، وهي اللون الأزرق، واللون الأحمر، واللون الأخضر، واللون الأصفر. إذن سجل هذا السائل الذي سألهم 4 أنواع من الألوان. وفي الخانة الأخيرة نقول المجموع. إذن
سأغير اللون فقط لأوضح الأمر. إذا هنا الأزرق، اللون الأزرق، هنا اللون الأزرق، اللون الأول الأزرق. ذهب السائل إلى الورقة التي كانت بحوزته بعدما سأل التلاميذ، وبدأ في حساب عدد المرات التي تكرر فيها اللون الأزرق. كانت مرة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن اللون الأزرق تكرر 8 مرات، أي عدد التلاميذ الذين يفضلون اللون الأزرق 8 تلاميذ، 8 تلاميذ. وانتقل مباشرة لحساب عدد تكرار اللون الأحمر، أو كم مرة تكرر اللون الأحمر. إذن اللون الأحمر تكرر مرة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن اللون الأحمر كم تكرر من مرة؟ 6 مرات. ثم مباشرة إلى اللون الأخضر، وبدأ في حساب عدد الأجوبة التي جاءوا يفضلون اللون الأخضر. إذن 1، 2، 3، 4. إذن أربعة طلبة يفضلون اللون الأخضر. واللون الأصفر، اللون الأصفر المتبقي بطبيعة الحال 1، 2 يفضلون اللون الأصفر. لما نأتي إلى المجموع هنا، لما نأتي إلى المجموع 6 زائد 4 10 زائد 8 18 زائد 2، المجموع 20 طالبا. يمكن أن يأتيك سؤال بعد هذه العملية يقول لك كم طالبا في القسم، أو كم طالبا تم سؤالهم. إذن لدينا 20 طالبا تم سؤالهم. عدد الطلبة الذين يفضلون اللون الأصفر هو 2، اللون الأخضر هو 4، اللون الأحمر هو 6، اللون الأزرق هو 8. وبهذا نكون قد مثلنا هذه المعطيات ونظمناها داخل جدول ذات مدخل واحد، جدول بسيط، لأننا سوف نتطرق في الدرس القادم بإذن الله إلى الجداول ذات مدخلين، أو الجداول المركبة. هي ذات مدخلين أو أكثر، لكن أنتم في السنة الأولى متوسط سوف تدرسون إلا الجداول ذات مدخلين فقط. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيم المعطيات، أو الكيفية الصحيحة لتنظيم المعطيات داخل الجدول. يتبقى لنا في الدرس القادم بإذن الله سوف نقوم بتنظيم، أو نأتي بتمارين بحيث أننا ننظم المعطيات داخل جدول مركب ذو مدخلين أو عدة مداخل. وفي الدرس الثالث بإذن الله سوف نرى كيف نمثل هذه المعطيات، في، يا إما يكون منحنى بياني هكذا، منحنى بياني، أو يكون على شكل أعمدة متصاعدة هكذا، على شكل أعمدة متصاعدة، أو يكون على شكل دائرة فيها النسب، كل نسبة ماذا تمثل في هذه العملية. إذن دمتم في رعاية الله وحفظه بإذن الله تعالى، إلى درسنا القادم بإذن الله، وإلى اللقاء.